السلام عليكم شباب. في الايامات الاخيره تونس كامله تحكي على الضحى العربي وكاني العباد الكل حابه تعرف شنو هي الحكايه. وقبل ما نبدو الفيديو ما تنساوش اللايك وسبسكرايب. وبالنسبه للضحى ما نظنش كما تعرفوهاش والا ما سمعتوش بها مره على الاقل، واكيد عرضتكم مره في التيك توك والا حتى في التلفزيون. تعتبر من اشهر العباد اللي يخدموا في التيك توك في تونس، وبيان سور ارقامها هي اللي تثبت هذا، وعندها اكثر من 17 مليون متابع في التيك توك. وبدايتها في التيك توك كانت في 2019 ومحتواها عباره على برجوليه الاولاد. انا والله لتو لاني فاهم محتواه شنو وعلاش يحكي اصلا ومش باش نفهم، اما مثال تو نحاول نقرب لكم شوي. ومحتواه هو عباره على تحديات ولايفات في تيك توك، وبعد مديده باهيه بدات تتشهر وتتعرف بمجهودها وخدمتها الكبيره. الولاد اخر مره نفدلك والله نفدلك راه والله. نرجع لموضوعنا بعد ما تعرف الضحى بالاجتهاد والتعب نتاعها. ومره في لايف من اللايفات نتاعها تعرفت على طفل اردني اسمه ميكس، وصلت علاقتهم للعرس وبقاو مع بعضهم عام كامل وبعدها طلق. علاش الله اعلم. في العام هذاك بالرسمي كان الضحى في طنبك الشهره نتاعها، وهذا خلى الناس الكل شك في علاقتهم. وبعدها واصلوا الضحى وميكس حياتهم عادي، وبعد عام والا ما نعرفش قداش حل الضحى لايف مع عباد ما تعرفهمش لين تعرفت على عمك كانيت. وهنا كانت صدمه الميكس، وقتها قرر ميكس باش يقتلهم ويتخلص منهم. اي ما تستغربش. فادلك عليكم شباب. كما قلنا هنا كانت صدمة لتونس كاملة والفنان ضحى وأنا، وبعد ايامات ولاو يقابلوا في بعض ويسافروا مع بعض كيما الاخر ولاو يحبوا بعض في نظر العباد وفي نظرك انت وانا وتونس كامل. لحظة شباب برجولية تنسألك كاني ما بيناتنا ما يسمع فينا حد يخشبك بيه وسيد بنات بلادك وجاي الضحى في تونس. فسر ليش ما عجبك فيها هذيك راهي نقسم عليه عندها رواري روبرتو كار راهي تسف الكريستال مع رونالدو الظاهر. والله الله يهديك وبربي كان كثرت عليك. اخر سؤال شبيك تلعب ولا دراك كيف يستعمل بربي هو على عينيكم. يا راجل فيق نقصد يا ولدي فيق على وضع. ما فهمتش مسيب البنات هذوكم ماشي ضحى زايد حيوان. وبربي نحبكم تركزوا على صاحبه اللي بالرسمي ابدع. ربي يهدي. والله يا ولاد حاب كان نعرف كيف حبوا بعضهم فيس وكيف حبوا بعضهم اصلا. ونقطه صغيره بربي نفرضوا عرستو صايي سي بون جوكم مريق. كيفاه باش تفهموا بعضكم؟ هو باين ديجا جاهل من وجهه تعرف كل شيء وانت تتكلم كان تونسي. تبدو بك الفصيلات تاع لونجلي واللونجلي ثقافه العالم. باهي خويا نتفق معاكم في النقطه هذه. مش لهنا المشكل اصلا، المشكل انك لا انت تحكي اونجلي لا هو يعرف يكون جمله باللونجلي. وبربي يا اخي مش كانت ما تحبش الشيء هذا في الشان نتاعها ما يجيش شو موصلك ليه انت اصلا. هو مسيحي ولا ما نعرفش على جد والديه وانت مسلم وما تتشابهوا في شيء. وان شاء الله ربي يهدي. نقص ثقه على وضعك يعني. وبيان سور انتم من غير ما تبقوا تتبعوا في الحكايات الفارغ. لهنا وصلنا لاخر الفيديو.